ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه الآية الكريمة تبين لنا مطلبين. المطلب الأول ما عندكم ينفد وما عند الله باق. المطلب الأول أنه اللي عندك المختزن أنت هذا ينفد، لكن ما عند الله هو باق. أولا ما كان عند الله هو خير لكم. شلون؟ بطبيعة الإنسان بمسيرته قائم عليما على الأمور المادية والتي هي قابلة للتبدل والتحول. شوية التفت لي. هي قابلة للتبدل والتحول، منعوت بحركته الدائمة، ولكن هذا الذي يكون من الأمور المادية هو هذا الشيء ما يبقى. بدليل يقول ما كان لله ينمو وما كان لغير الله ينقطع ويضمحل. الجوانب. والإنسان في أموره الاجتماعية، في علاقاته، في أمواله، في منصبه، كلها مرتبطة بمن؟ بالنفع صورة عامة. لكن الإنسان يريد أن يبقى في هذا الجانب من ناحية أنه أنت مع الدنيا، يعني في أمور المادية التي تنفذ، أن تبقى مع الباقي. هنا هو لابد للإنسان ما عند الله هو خير لكم، ومن كان مع الله كان الله معه، والأفضل أن تبقى مع الباقي لا مع النافذ. هذا من جانب. تكملة الآية. بسم الله الرحمن الرحيم ولنجزين الذين صبروا أجرهم. هسه هذا الوفاء بالعهد مستلزما بالصبر. الصبر على ثلاث: الصبر على المعصية، الصبر على الطاعة، الصبر على البلاء. قلنا الصبر على الطاعة والصبر على المعصية والصبر على البلاء، ثلاث. لكن أفضل هذه الثلاثة هو الصبر في جنب الله تبارك وتعالى. كل عظمة تبنى على قاعدة مادية تكون إلى الزوال. هذا أصل البحث هو عظمة الإمام الحسين ممتدة من عظمة الله.